رد فعل هو عاملها ده. فانا جوزي ده رد فعل اب ايه؟ ضربه بالقلم. البني ادم الزباله ده اتضرب بالقلم. فالناس خلصوهم كده عشان المشكله ما تكبرش. المفروض انت لو محترم ومتربي خد بعضك وامشي، مش تقوم جايب عزم ما فيك تطعن بالمطوه ببطن الراجل. ليه؟ طب يلا ابوك كذا ويمك كذا، وتعالى وريني ابوك اللي كذا وكذا وكذا وكذا. بظهر المطوه دي بالولد ظهره، والشتايم وقله ادب جدا. نازل مسالم جدا، نازل يشوف ابنه بيتضرب ليه، ولا نازل بقلع حده ولا نازل بحاجه، ونازل بايديه كده مسالم ويقعد يتضرب كده. يطلع عنده 13 سنه يجي كده 3 عماير وهو قديد بشتايم وقله ادب وقذاره وقله تربيه وشتايم. انت ما استكفيتش باللي انت عملته، اللي انت جبت الولد بالمطوه بظهر المطوه قاعد بتضرب فيه. لا، انت نزلت شتايم فيا وقله ادب وجوز الله يرحمه. انا عايز اعرف اللي حصل دوت ليه. ما حطيتش في دماغي، رجع حط ايده على وشه. انا بقول له وشك مليان دم، انت اتضربت بالمطوه في وشك. شويه لقيت جوزي بيرجع لورا. يتم 4 اطفال، يتم 4 اطفال عشان 10 جنيه. 4 اطفال، انا هكون ام واب وكل حاجه. انا جوزي ولا كان موظف ولا كان ليه شغلانه ثابته ولا كان ليه مرتب ثابت. انا جوزي كان كده باليوميه على الله، يجيب اكله اليوم بيومه. جاي مسالم اعملي لي اكل، نزلت. طب ليه؟ وحطوه في التاكس وراح مستشفى. دقايق وصلنا المستشفى، ما استحملش الضرب. انا ربنا يصبرني. انا عايزه كل اللي يشوفني يدعي لي ان ربنا يصبرني. انا يمكن ماسكه نفسي عشان عيالي، ماسكه نفسي وربنا اللي عالم بيا عشان عيالي، لكن النار انا جوايا مش هتطفي. اقسم بالله النار جوايا ما هتطفي. لو قعدت بعدك يا حسن 200 سنه عايشه على الارض عمري ما هعوض ضفرك يا حسن، عمري ما هعوض ضفرك يا حسن. كنت اب وزوج ونعمه الزوج ونعمه الاب، كنت محوط على بيتك، ما كانش له صله باي حد من الجيران. الجيران تشهد بكده، ما كانش له صله باي حد. كان يعني سمعته سابقاه بالسيره الطيبه، نزل في حاله وطلع في حاله، ولا يعرف فلان ولا يعرف حد. هو كل اللي حصل عشان 10 جنيه اتشتم واتهان، وانا اتشتمت واتهان، وابني اتفتح على المطوه، وابني بقى وجوزي مات بالمطوه. ليه؟ ليه؟ ما انا عايز اعرف انت يتمت 4 عيال ليه؟ نار ال4 عيال دول. طب بلاش انا، بلاش انا اللي عندها 2 دول، اللي عندها 2 واللي لسه في اولى ابتدائي واللي في 5 ابتدائي واللي في 8 اعدادي. طب اللي عندها 2 دي لما وهي رايحه جايه تقول لي بابا بابا، انا اقول لها ايه لما تكبر شويه وتقول لي على الاقل بابا مات ازاي، بابا فين؟ لسه بنت محتاجه لابوها، لسه عيالي محتاجين لابوهم. انا يمكن ثابته وماسكه نفسي عشان خاطر عيالي، عشان خاطر عيالي، بس انا في قلبي نار كده، متعلقه بيه جدا جدا. كل شويه كانت تكلمه، يا بابا هات لي كذا، يا بابا انا عايزه كذا. لا حاضر يا ام، عينيا يا ام. اول ما تيجي تجري تفتح له الباب، خايفه من المكان. بس انا عيالي ما عادوش يصلحوا اللي يعيشوا هناك، وحق جوزي عشان اللي حصل لحسن ما يحصلش الناس تانية، ما يتموش عيال تانية. انا عايزه حكومه بلدي تبص لل4 اطفال، بلاش انا، بص لل4 اطفال. طبعا واثقه فيهم جدا، وعارفه اللي ده ما يرضيش ربنا، ما يرضيش اي حد، وعارفه اللي ربنا هيرد له حقه.
وهيجيب حق عيالي. ساكن في الخامس، أنا ساكن في الأرضي. أنا سامع في الشارع شتيمة شتيمة وسبدين، هات لأبوك هات لأبوك، دين أبوك ودين أبوك ودين. فطلعت فيها يا ابني مالك؟ فاكر إيه؟ قال لي مفيش حاجة. الولد عمال يسب الدين يسب الدين، فرحت إيه؟ نازل له. إيه يا ابني مالك؟ إيه اللي حصل؟ قال لك إيه ده بيقول لي أنت ناقص. قلت له طب يا حبيبي إيه اللي حصل بإيه اللي كل دوت؟ قال لك ده لعب إيه؟ على الترابيزة وعليه 10 جنيه وبيديني 10 جنيه، فبيقول لي إيه؟ بلاش ايه حركة النقص دي، انا ناقص، انا عايز ابوه يفضل يسيب الدين لابوه. فزي ما تقولي ايه حسن، طبعا احنا عندنا العماير مفيش فرق بينهم، سمع الشتيمة وسمع الايه الحوار، فنزل في ايه قال له انت ناقص يا راجل، وبصت عليه وايه يشك. بس انا نزلت انا وكم واحد من جيرانه، نزلنا في الشارع نبص ايه والشكلة دي ليه. حسن نزل قال له انا ناقص، قال له انت ناقص. راح ايه يسكوا في بعض. راح كان الولد مع اصحابه وطلعوا مطاوي وضربوا بظهر المطاوي، فشدنا العيال من ايه من عليه. حجازي كان اقرب واحد ليه، فتح المطوه وايه وضربه. فاحنا بنبص انا بحجز ورا، ببص ورا، كان هو ورا ظهري هو وحجازي، ببص ورايا لقيت حسن واقع في الارض حاطط ايده على بطنه وعمال ايده فيها دم وفلنته فيها دم. برفع لقيته ماسكه بشكتين، واحده في قلبه وواحده في بطنه. دورت عربيته وخدته. كنت بسأل الله عز وجل ان هو ما يموتش، وكان يبقى اصابه بس ما يبقاش فيها قتل ولا حاجه. خدته بالعربيه وجنيت محمد علي، رحت مستشفى السلام عشان نلحقه. وسط الطريق والله ما هنسى محمد، انا عايز اشرب انا عايز اشرب. شيخ محمد كان معانا كريم ابنه في العربيه، خد نزل كريم واقف يشرب. كل ده بيس في دماغي انه بيموت. انا كل اللي شفته ضربه قد عقله الصابع وضربه ثانيه، دول ما يموتوش. طب في دماغي انه بيموت، ما كنتش وقفت قلت له ما كنت لحقته. ورحنا المستشفى بعد ما سقيناه، شلنا حتى بتوع الامن واللي كانوا جم شالوه معانا، حطيناه الدكتور، حتى ندى للجراح يا جماعه عايزين جراح. فبيقول لي هو ماله؟ قلت له في خبطه في بطنه. كشف قلت له خلي بالك هو لسه في نبض، بص عليه. بص عليه لسه في نبض. فراح طلب التمريض خدوه ودخلوه اوضه ثانيه اشتغلوا عليه. بكلمه قال له دكتور معلش طمني عليه. قال لي معلش هو احنا شغالين عليه. قلت له شغالين عليه. قال لي معلش هو انا بس سيبني دلوقتي عشان يكاد القلب يكون واقف واحنا شغالين عليه صدمات كهرباء. قلت له طيب ازاي ده انا جايبه؟ قال لي والله يا استاذ هو جاي كده، احنا ما عملناش حاجه. ودخل وقفل الباب وما رضاش يدخلني جوه. فضلت واقف اسال بتوع الامن لحد ما بتاع الامن جه قال لي بقى حسن توفى. قلت له ازاي لسه؟ انا شايله كويس. قال لي والله مات واحنا اشتغلنا عليه، بس هو كان جاي خلصان، هو اخد طعنتين واحده فيهم في القلب، هي دي اللي موتته. والدكتور عمال يشرح لي وهو كمان يعني عايز يقول لي البقاء لله، احنا عملنا كل اللي علينا، بس هو مع كل ده تدبير الهي عشان حسن الله يرحمه. كان لو اقول لك ان هو من اخلص الناس واطيب الناس. يشوف اي حد يطبطب عليه، يعني تتكلمي معاه لو عياله شكله مع عيالك في الشارع يقول لي مش حقك عليه، عيالي يا عيالك. وشغال هنا في المحل عند ابو ياسر، وابن ابو ياسر بيروح يجيب الاوردرات، يطلع دليفري ويجي بالليل اخر اليوم. حد من الشغل عطشه في الشارع، خالص بتاع شارع، يطلع البيت وينزل من البيت على شغله ويصلي. كان بيصلي اليوم دوت والله سبحان الله، كان بيصلي ونازل تاني انا عايز ابويا دي. انا مش عارف، بس انا والرجاله وجيراننا كلنا انفطرنا من البكاء. ولكن قطروا انت عشان مطوه ليه؟ وحسن انت ما تعرفش حسن ليه تعمل معاه كده؟ ليه تيتم 4 عيال؟ كان ذنبهم ايه؟ هو لو كان قتلك انت كنا احنا هنبقى مبسوطين. احنا بنموت بحاجه اسمها حسن الراجل الجدع، الراجل الطيب. حسن ما حدش يعرفه في الشارع بسبب ان هو في حاله جدا. يا دكتور ازيك الله يسلمك، عامل احسن الحمد لله، كل سنه طيب، ويهنينا برمضان ويهنينا بالعيد. والعيد والله العظيم كانه قتل اولاده، قتل هو اولاده ومراته كانه كده. تشوف عيال هم بيعيطوا ويقول انا البنت بتقول انا عايز ابويا، مش بتقول ابويا انا مش هشوف ابويا، انا عايز اقول لها انت ابوك مش جاي تاني،
احنا مش عارفين نعمل ايه، نصبرها ولا نصبر نفسنا حسن عشان تشوف حسن، ما بينزلوش في مشاكل. انا عندي كذا جار مسالمين جدا برضه، ما بينزلوش في الشارع لو مين الشاكل، لما شافوا حسن نزلوا يشوفوه برضه اخته. بس قدر يموت شهيد، ربنا يختار شهيد قدر. رحت له قلت له ال10 جنيه اللي عليا، قلت له انت بتشتمني بامي ليه؟ قال لي هو انا بشتمك بامك؟ انا بشتمك بامك. قلت له انت بنت دي حركة نقص دي، مش دي قيمتك 10 جنيه؟ قيمتك 10 جنيه، 10 جنيه. قال لي ان انا عايز قيمتي. انا خدني بالمطوة، فضل يزقني لحد باب العمارة. قامت امي طلعت، قامت امي طلعت وقعد يشتمها، وابويا نزل. نفسي الولد دوت يتعدم عشان محدش يتردله إذا تاني منه، وانا مسك في كلام بالي. مش قادر اوصف احساسي، اوصف لك بقى. كل يوم كنت اروح مع المحل، بس نفسي احضنه، اقول له انت وحشتني. كنتش انزله والله من البيت، كان هيموت في فرشته. الله يرحمه.